هلا عمار حبيبي، شلونك؟ مشتاق لك ومشتاق لامي كلش هواي. طبعا تدري كلش طالع من اخوك. افتقدتكم، اريد اقعد يمكم اسمع صوتكم احضنكم. انت تبكي. ثاني ما ادري بك الساعه حتنفعل. هيك تحب اخوك؟ ها؟ هذا هو خسارة حياتي. سالم قبل لا يتوفى ب5 اشهر كان محتاج فلوس. هو؟ فقال لي اريد فلوس ماني. واني كنت اشتغل تاكسي وقاعد ايجار. الظروف صعبة هواي. خابرني قال لي ديانة يطلبوني واريد فلوس. قلت له احمد عادي بيع السيارة بس كون ما تغرقني وياك. قال لا وروح ابويا بس خلينا الناس تجيني. بعت السيارة واني هستوني قاعد ايجار وماكو ما حد ما يدري بس اني والمرة. فخابرتني عمتي قالت لي ابشرك هاي اكو كم فلوس راح تشترون بيت 30 متر. بس البيت تعبان وخربان. بنجيب كلين الشباب. هي راد تكمله. استحيت اقول ماني مط فلوسي لاخوي لان انا باقي سيارتي ما حد ما وقف لي، حتى ام اخوتي ما وقفوا لي. فقلت له ان شاء الله خير انا احاول بسويه واكمله. خابرت عليه قلت له احمد اريد الفلوس شلون؟ فقال ما عندي عمار هسه الفلوس فحاول تتحملني. وهاي وراها صار زعل بيني وبينه. طول الزعل شهر. اروح لامي يمه انا قعدت ببيت ورده كامله اردعي نفسي. احمد هيجي ورطني ما ادري شنو. صار تاتش بيني وبينه. بس الله شاهد تاتش مال احبه. يعني هو كل فتره يخابرني يقول لي تعال وين اخبارك امورك ان شاء الله خير. قام يناوشني 500 مليون يساعدني. فهسه وقعت القناه ثانيه عندي برنامج رمضان ما عندي فلوس.